هناك فرق بين اليد اليمنى وبين اليد اليسرى. ازاي بقى اعمل عالم؟ يعني ايه الفرق بينهم؟ يعني دي ب5 صوابع دي 6 صوابع؟ لا. ايه الفرق بين اليد اليمنى واليد اليسرى؟ قال لك اليد اليمنى، اسمع، اليد اليمنى لو وضعت نقطة من الماء فيها بعض الفيروسات أو الميكروبات أو الأضرار أو الأمراض، وأنزلت هذه النقطة فقط على اليد اليمنى، إيه اللي يحصل؟ اليد اليمنى تمتص هذا الداء. الداء يدخل في اليد اليمنى كده، ينتشر في الجسد. ولكن إذا جئت ببحر، مش نقطة مية أو إزازة، لا، إن جئت ببحر، بحر كامل، وملأته بالفيروسات والميكروبات والأضرار والأمراض، وصببت هذا البحر كله على اليد اليسرى، اليد اليسرى لا تمتص الداء أبدا. اليد اليسرى لا تمتص الداء أبدا. وأنا أقول صلى الله وسلم وبارك على رسولنا صلى الله عليه وسلم. من الذي علم نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأمور؟ إنه رب العالمين. ده أنا بجيب لك أبسط الأمور. شوف أنت لما تتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنت وأنت تستنجي من بعض القذورات أو من ممكن حاجة فيها ضرر، اليد اليسرى تستعملها في أي داء على وجه الأرض. لذلك الفقهاء بقى بعد الحديث ده بيعقبوا، بيقولوا اليد اليسرى لأي مستقذر. يعني إيه؟ يعني وأنت في البيت لما الزوجة ربنا يبارك فيها يقول لك إيه، خد كيس القمامة وأنت نازل، تمسكه بإيدك إيه؟ الشمال. أي شيء مستقذر وأنت تتمخط. تمخط ده اللي هو إيه؟ تتمخط. امسك المنديل بإيدك الشمال. هذه من الآداب الجميلة. وأنت داخل المسجد فشايل الحذاء، فعايز تحط اشتله بإيدك الشمال، والشمال دي بتاعت أي شيء الشاهد يا جماعة، الشاهد أن اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم سيدخل عليك خيرات كثيرات في الدنيا وفي الآخرة.